السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وش راكم خاوتي؟ لاباس عليكم؟ راكم لحين خاوتي؟ أنا الشيخ الروحاني الحسن بالعباس، شيخ روحاني الجزائري. الحمد لله رب العالمين. بدأت بالروحانيات قبل 25 سنة ولله الحمد وصلت لدرجة الحاكم من الروحانيات. خاوتي في الفيديو السابق رانا هدرنا وتكلمنا عن الكتب الروحانية اللي نديرو فيها تنزيل الأموال، وراكم تتذكروا هذا الفيديو اللي قابل هذا الفيديو. خاوتي نحن تكلمنا عن كتاب واحد والكتب هي 4. إن شاء الله تعالى دارك نتكلموا عن الكتاب الثاني ونرجعوا نذكروا أسماء الكتب. أول كتاب روحاني لتنزيل الأموال هو كتاب النمرود للسلطة والمال. ثاني كتاب نهدروا عليه هو كتاب أطلس الروحاني الممنوع دوليا. ثالث كتاب هو كتاب شمس المعارف، راه معروف وراه ممنوع في نفس الوقت. وخاوتي رابع كتاب معانا هو كتاب الأحمر المتنمر، وهو راكم عارفين باللي هو أخطر كتاب موجود، وهو اللي نقدروا نديروا به تنزيل أموال في ساعة واحدة. وخوتي إن شاء الله تعالى نكمل موضوعنا. تاني كتاب هو كتاب أطلس الروحاني الممنوع دوليا. خوتي كتاب أطلس هو من كتابة أكبر روحاني عرفته الدنيا، وأول شخص قام بتحضير الجن لأجل تنزيل الأموال والسلطة. وهذا واحد الكتاب راهو كتب باللغة اللاتينية، وأحد طبعا الروحانيين العرب قام بترجمته. وخوتي واستطاع تحضير الجن وقام بإحضار نصف ميزانية الأرض. وخوتي دار هذا الكتاب ودار طبعا الكتب الموجودة فيه والقرايات والكتابات، وقدر أن يحضر نصف الميزانية. ومع الأسف خاوتي راهو مات. علاش مات يا شيخ الحسن بالعباس؟ خاوتي هو مات وترك لنا هذا الكتاب، وخاوتي تركه لنا نحن الروحانيين، وتركه لأقوى الروحانيين، ولا يحصل عليه إلا الشيخ الروحاني الذي لديه خدام أقوياء وروحانيات قوية. وخاوتي رانا هدرنا وتكلمنا عن كتاب أطلس وما هو الكتاب وكيفاش نديرو تنزيل الأموال بالكتاب، وخاوتي ومن هو الكاتب الخاص به، وكيفاش نحصلوا على الأموال من الجن. خاوتي داك ما نطولش عليكم، إن شاء الله تعالى نتكلموا ونهدروا عن باقي الكتب في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. كان معكم الشيخ الروحاني الحسن بالعباس، حاكم مملكة تنزيل الأموال.